يلا بينا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. معانا الدرس الخامس في التاريخ. هو الدرس مهم جدا، بيتكلم على ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2023. طبعا زي ما احنا شفنا قبل كده، يعني ايه كلمة ثورة؟ عرفنا ان كلمة ثورة هو تحرك من الشعب، تحرك رفض لسياسة بالنسبة أجزاء. طبعا هو تحرك من الشعب ضد الحكومة، سواء من الناحية السياسية أو حتى ضد سياسة الحكومة الاقتصادية. عشان كده دي بتسمى ثورة. فالثورة هي ثورة شعبية، ما ينفعش يبقى ثورة من داخل النظام يبقى ضد النظام، دي ما تبقاش اسمها ثورة. طيب عندي هنا هنتعرف إن شاء الله في الدرس ده على عوامل قيام ثورة 25 يناير، كانت سنة 2000 2011. هنعرف أحداث الثورة، هنوضح كمان 30 يونيو 2023، وإن شاء الله يبقى احنا بنقدر أهمية الوحدة الوطنية في الحفاظ على الأمن الوطني. طيب ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير هي ثورة مختلفة. يعني ايه ثورة مختلفة؟ قال لي 25 يناير ثورة بنتكلم فيها، هي ثورة فريدة من نوعها، مختلفة عن الثورات اللي كانت بتحصل قبل كده. يعني ايه مصر مختلفة عن الثورات اللي كانت بتحصل قبل كده؟ ما هي الثورة شعب بيخرج، هو شعب بيخرج، بس الثورة دي زمان هي اتفاقات، وهنخرج مثلا كلنا او حركة والناس كلها تتظاهر. هنا ثورة فريدة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ليه؟ قال لي هنا بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الإنترنت والفيسبوك، تمام، وغيرها، في حشد المتظاهرين في كافة أنحاء البلاد. يعني إيه اللي حصل؟ قال لي هي كانت دعوة على الفيسبوك، خلاص، دعوة سلمية للخروج سلميا ضد موقف معين من النظام، طبعا اللي كان موجود في الوقت ده، وهو نظام مبارك، الرئيس محمد حسني مبارك اللي كان موجود. كانت دعوة على الفيسبوك، تلقت استحسان من الناس، فالناس خرجت. وهنا كانت ده طبعا كان انفجار من الناس نفسه. فالثورة نفسها ثورة مختلفة. ثورة مختلفة ازاي؟ قال لي هنا بسبب دور التكنولوجيا الحديثة المتمثل طبعا في استخدام الفيسبوك وغيرها، طبعا تويتر وغيره، في حشد المتظاهرين في جميع انحاء البلاد، تمام. ده اول حاجه. طيب الثوره نفسها، هل هي كانت وليده الموقف نفسه؟ يعني يوم 25 يناير هوبا هنطلع فالناس خرجت في مظاهرات؟ لا طبعا. قال لي ان هي كانت سبقتها بعض الحركات السياسيه الاحتجاجيه التي مهدت لها. يعني ايه يا مستر؟ قال لي هنا خلي بالي ان الناس ديت او الشعب ده لما قام بالثوره ديت كانت قبليها بعض الحركات بتطلع، خلاص. وده كان مسموح، كان في الفتره ديت ان حركات اعتراضيه او ياخدوا موافقات من الشرطه ويخرجوا، وان هو يبقى في تظاهر، وان هو يقفوا على مثلا سلم النقابات، زي نقابة الصحفيين أو المحامين أو غيرها. فهي خروج حركات سياسية أو حركات نفسها احتجاجا بدأت تمهد للثورة دي. طبعا الخروج ده هو اعتراض على موقف معين، اعتراض على سياسة معينة، اعتراض على حركة كانت قامت بها الحكومة، أو حتى كان لمناصرة القضية الفلسطينية ساعتها، تمام. فهنا لما نلاقي ان الثوره ديت لم تكن، يبقى هنا لما يقول لي يعني اثبت بالدليل ان لم تكن ثوره
25 يناير وليدة هذا التاريخ؟ هقول له حيث أن سبقتها حركات سياسية واحتجاجات مهدت لها. طيب، علشان تبقى في ثورة، خلاص لازم يبقى ليها عوامل. بس قبل ما اتكلم على عوامل الثورة، هرجع كده تاني للجزئية ديت علشان حضراتكم تكونوا معايا. هقول لك مرة كمان، بنقول إن أي ثورة ليها عوامل، ليها أسباب. طيب إيه أسباب قيام ثورة 25 يناير؟ وليه أصلا تم اختيار هذا اليوم؟ ماشي. أسباب الثورة نفسها، في أسباب اقتصادية، في عوامل اجتماعية، في عوامل صحية وتعليمية، وفي عوامل سياسية. مرة كمان: عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل صحية وتعليمية، وعوامل سياسية. طيب، العوامل الاقتصادية، قال لي هنا تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. ليه؟ قال لي هنا بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. يعني إيه انفتاح؟ يعني الدولة نفسها الاقتصاد بتاعها يبدأ يبقى منفتح، يدخل استثمارات أجنبية جوه البلد من غير ما يبقى ليها ضوابط. تمام. يبقى الصناعة بتاعتك هي صناعات معروفة للآخرين برضو، يعني بتعمل، يعني كل واحد شغال بمزاجه. ما في الدولة نفسها لا تتدخل في الصناعات. هنا ده عايز يعمل صناعة خفيفة، ده عايز يعمل صناعة ثقيلة، وهو الكلام ده كله. فهنا فسياسة الانفتاح ان كل واحد يتصرف في اللي هو عايزه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. تمام. اللي عايز مش عارف يعمل مصانع غزل ونسيج، تمام. عايز تعمل مصانع اللبان زي الفل، عايز تعمل مش عارف مصانع. فهنا سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية خلت الاستثمارات الأجنبية تبقى موجودة عندك بشكل غير سليم. طيب، ده عمل ايه؟ قال لي هنا بقى في تطبيق غير سليم لسياسة اسمها سياسة الخصخصة. وهنا طبعا مع تولي كان عاطف عبيد الوزارة في الوقت ده، عمل سياسة اسمها سياسة الخصخصة. يعني ايه سياسة الخصخصة؟ ان هو بيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال. سياسة الخصخصة: عندي قطاع عام، مؤسسات القطاع العام بنبيعها لأشخاص. تمام. طيب، عكس الخصخصة ديت ايه؟ اللي هو التأميم. فاكرين لما اتكلمنا على خمسة عن 23 يوليو، وان هو أمم قناة السويس وأمم الشركات الأجنبية، هنا تحويل شركة خاصة لإيه لتبقى شركة تابعة للدولة. انما كلمه خصخصه يعني بيع مؤسسات الدوله لرجال اعمال، تخصيصها لرجال اعمال، طبعا باقل من سعرها بشكل كان فاضح. بيع اراضي الدوله باقل من سعرها بشكل فاضح. وزي ما احنا شايفين دلوقتي، احنا يعني بنجني ثمار البيع ده طبعا علينا. هنلاقي ان رجال اعمال يعني كتيره جدا، وشركات عملوا مدن عمرانيه كبيره جدا بقى، زي ما احنا شايفين كده في التجمعات واكتوبر والعاشر. ويعني ما هي مين واخد الاراضي ديت ساعتها؟ ما اللي واخد الاراضي ديت ساعتها كان واخدها باسعار رخيصه جدا. تمام. اسعار لا تتناسب مع 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 السعر في الوقت ده. تمام. فهنا طبعا تطبيق غير السليم لسياسه الخصخصه. طيب، ده عمل ايه؟ ادى الى ارتفاع الاسعار. ما هنا دلوقتي انت كقطاع عام بتدير مؤسسه، بتدير مصنع، الهدف بتاعك الرئيسي مصلحه مصلحه الشعب كدوله.
انما انا دلوقتي كرجل اعمال بشتري مصنع، هدير المصنع، المنتج بتاعي، هل هيبقى الهدف منه مصلحتي الشخصية اولا ولا مصلحة الشعب؟ بالتالي طبعا هي مصلحتي الشخصيه رقم واحد. انا عايز اكسب، انا عامل عشان اكسب. اه هفيد الشعب، بس رقم واحد عندي انا ايه؟ انا اللي هكسب. تمام. فهنا بدات ارتفاع الاسعار لان الدوله خلعت ايديها من حوار الدعم. طيب ايه كمان؟ انا كراجل دلوقتي اشتريت مؤسسه واشتريت مصانع. طيب الاف العمال اللي موجودين في المصنع دول بالنسبه لي ملهمش لازمه. ده العشر عمال اللي موجودين دول ممكن اشتغل باتنين عمال بس. طب والباقي ده يروح فين؟ الباقي ده بدأ ايه؟ بدأ تسريحه. تمام. بدأ يبقى في بطالة منتشرة ما بين الشباب. طبعا منضم منهم الالاف في وقفات ايه؟ وقفات احتجاجيه. يبقى هنا رقم واحد اللي هي تدهور الاوضاع الاقتصاديه في اتباع سياسه الانفتاح، التطبيق غير السليم لسياسه الخصخصه، مما ادى الى ارتفاع الاسعار وتجمع الالاف من العاملين وانضمامهم الى المتظاهرين. تمام. طيب ده هنا اللي هو الانفتاح الاقتصادي، وده تغيير شامل في النظم السياسية والاقتصادية، وتتحول من نظام التخطيط الشامل واستبداله ببرامج سنوية تقوم على تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في المشاركة في التنمية الاقتصادية، بدل ما الدولة هي اللي تخطط كتخطيط شامل وكامل، وهي اللي تقول أنا هعمل إيه. لا، ده جذب المستثمرين، وهم اللي إيه؟ اللي يعملوا اللي هم عايزينه داخل إيه؟ داخل البلاد. طيب تاني حاجة عندي وهو سوء الأوضاع الاجتماعية. سوء الأوضاع الاجتماعية، يبقى احنا اتكلمنا رقم واحد على السياسة الاقتصادية. تمام. تدهور الأحوال الاقتصادية. طب تاني حاجة هنا سوء الأوضاع الاجتماعية. ايه اللي حصل؟ قال لي هنا بقى في زيادة الفوارق الاجتماعية ما بين طبقات المجتمع. ده احنا زمان اتعملت ثورة يوليو علشان الفوارق اللي ما بين طبقات المجتمع. ده المجتمع زمان كان بيسمى مجتمع ال 2%، 2.5%. هنا برضو زادت الفوارق ما بين الطبقات المجتمع. هنا زاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا، فزادت الفوارق بين طبقات الايه؟ بين طبقات المجتمع. وبالتالي بقى في غياب للعدالة الاجتماعية في توزيع الايه؟ في توزيع الثروات. ماشي. فهنا عندي زيادة سوء الأوضاع الاجتماعية. رقم واحد زيادة الفوارق الاجتماعية ما بين طبقات المجتمع، وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الإيه؟ في توزيع الثروات. رقم ثلاثة هنا وهي تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية. المستشفيات اللي كانت موجودة كانت في حالة يرثى لها. الناس المرضى اللي كانوا موجودين ما كانوش لاقيين اماكن داخل المستشفيات، مرميين على الاراضي في الطرقات او مرميين بره المستشفيات. ده واصله ان كانوا بيعملوا عمليات، يعني مش عايز نقول في الطرقه. هنا وطبعا وما فيش اصلا ادويه وما فيش خدمات والكلام ده كله. وبالتالي ايضا كمان تدهور الخدمات التعليميه اللي كانت موجوده. التكدس اللي كان موجود في المدارس. بنتكلم في 100 طالب في الفصل و120 طالب داخل الفصل الواحد. تمام. ودي بالنسبه للمدارس الايه؟ المدارس الحكوميه. طيب رابع حاجه وهو استمرار العمل بقانون الايه؟ بقانون الطوارئ. هو ايه قانون الطوارئ ده؟ قانون الطوارئ ده هو قانون كان موجود من سنه 81، من اول لما مسك مبارك طبعا بعد مقتل السادات. بعد مقتل السادات وتولي مبارك عمل قانون اسمه قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ده يعني كانت من ضمن هو بيمنع التجمعات اللي كانت ايه؟ اللي كانت موجوده، وبيمنع المظاهرات والكلام ده كله. ولكن
المفروض ان قانون الطوارئ كان يطبق لعدة شهور، بنتكلم في 3 شهور، وبعدين بقرار من رئيس الجمهورية ممكن، وطبعا بعد الرجوع لمجلس الأمة أو مجلس النواب أو مجلس الشعب، يمد له كمان 3 شهور كمان. إنما أنا عايزكم تتخيلوا إن قانون الطوارئ فضل من سنة 81 1981 لحد 2011. يعني قانون الطوارئ قعد حوالي 30 سنة. فطبعا هنا استمرار العمل ده عمل خنقه بالنسبه للايه؟ بالنسبه للشعب. ماشي. ما بقاش فيه حريات. تزوير الانتخابات البرلمانيه لمجلس الشعب، بيقول لي ده القشه التي قطمت ظهر البعير. يعني ايه؟ عارفين لما يبقى واحد ماشي ومتحمل وهنعمل ايه وهنسوي ايه والكلام ده كله، بس يجي بقى يحط حته كده زياده، فالبعيد يقع، يعني ما يقدرش بقى خلاص. يعني اللي هو جاب اخره. تمام. يعني لو بصينا على كل اللي فات، احنا عمالين بنتكلم دلوقتي في اللي فات كله. لو بصينا كده عليه ورجعنا له، ماشي. يعني عندي مثلا هنا احنا بنتكلم في الاسباب. تمام. فين سوري يا شباب. طيب هنا مثلا لو احنا بنتكلم في الاسباب، بنقول ان عندي تدهور الاوضاع الاقتصاديه، اتباع السياسه للانفتاح، التطبيق غير السليم لسياسه الخصخصه، ارتفاع الاسعار، تجمع الالاف من العاملين وانضمامهم للمتظاهرين طبعا بسبب البطاله، سوء الاوضاع الاجتماعيه اللي كانت موجوده وزياده الفوارق الاجتماعيه ما بين طبقات المجتمع. تمام. وغياب العداله. بنتكلم في تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، استمرار طبعا العمل بقانون الطوارئ. طيب كل ده والناس عمالة بتغلي وكتير قوي. طيب تزوير الانتخابات بقى اللي حصلت في مجلس الشعب سنة 2010 قبل ثورة 2011. ايه اللي حصل؟ كان طبعا موجود الحزب الوطني في الوقت ده، وده فاز فيها الحزب الوطني الحاكم، اللي هو اللي كان بيمثل الوزراء وبيمثل كل حاجة تقريبا في الدولة، فاز فيها بنسبة 97% من المقاعد. طب وإيه يعني يا مستر؟ ما هو ده بانتخابات، مش كده؟ لا، ما هو ما كانش بالانتخابات، لأنه هو كان بالتزوير. حصل ان في ناس كانت بتفوز في بعض المناطق، ويتم تزوير الانتخابات فيها، ويحطوا صناديق بدل صناديق، ويرموا الصناديق بتاعتهم في الترع. وبذلك خلى مجلس الشعب، تمام، من وجود اي معارضة تذكر. لما بتكلم ان حزب بيحصل على 97% من المقاعد و3% بس هم المعارضة، طيب ما أي قرار وأي قانون في حد هيقدر يعترض عليه؟ لا. تمام. ده أي قانون وأي حاجة يعني بالاتفاق ما بين أعضاء الحزب نفسه هيتم تمرير هذا القانون. ماشي. طيب قبل ما ندخل على أحداث وقائع الثورة، تعالوا نعرف بقى إيه اللي حصل. أحداث ووقائع ثورة يناير 2011. هو من البداية كده اختيار اليوم ليه؟ اشمعنى 25 يناير ده؟ قال إن اختيار يوم 25 يناير بداية للاحتجاج والتظاهر السلمي، هو أساسا 25 يناير ده عيد الشرطة. وعيد الشرطة زي ما احنا خدنا الترم اللي فات ان الشرطة كان ليها موقف كبير جدا من الاحتلال البريطاني في 25 يناير، لما
المستعمر البريطاني ضرب محافظة الإسماعيلية، مبنى محافظة الإسماعيلية، وكان في فداء للشرطة كبير قوي. طيب هم ليه اختاروا عيد الشرطة؟ ليه اختاروا يوم الشرطة ده؟ قال لي هنا بسبب التجاوزات اللي كانت بتقوم بها الشرطة المصرية في الأقسام والشوارع. تمام؟ فاختار اليوم ده بداية للاحتجاج والتظاهر الايه السلمي. ماشي، تظاهر سلمي يعني ما فيش اي آلات موجودة. وبدأوا يتخذوا الميادين العامة في القاهرة، خاصة ميدان التحرير. ماشي، شايفين ميدان التحرير كان عامل ازاي في الثورة؟ ميدان التحرير في القاهرة، والميادين الرئيسية في اسكندرية والسويس والمنصورة، وأطلقوا عليها كلها ميادين الإيه؟ ميادين التحرير يعني. طبعا وغيرها من أماكن الإيه؟ من أماكن التظاهر السلمية اللي كانت موجودة. يبقى ده رقم واحد، اختيار اليوم، وبدأوا يطلعوا في الميادين العامة في القاهرة واسكندرية والسويس والمنصورة وغيرها، واستمرت الثورة ديت لمدة 18 يوم. استمرت قد ايه؟ 18 يوم. حصل فيها اضطراب امني شديد جدا. الحكومه ما بقتش قادره تسيطر على الشعب. الشرطه ما بقتش قادره تسيطر الناس. وكمان انسحاب الشرطه من الاقسام ومن الميادين. تمام، ده كان حدث رهيب جدا، ان هنا انسحابها كده وايه، وان بقت حصلت بلبله. فتحولت الثوره نفسها من ثوره سلميه لتغيير، كل شويه يحدث تغيير. تمام. فبدأ هنا المجتمع نفسه يشكل ما عرف باللجان الشعبيه. ففي الوقت ده بدل الشرطه اللي كانت بتحمي الشعب، فبدأ الشعب نفسه هو اللي بيحمي نفسه. خلعت الشرطه من الميادين، خلعت الشرطه من الاقسام، ما بقاش في حمايه موجوده من الشرطه. فبدات اللجان الشعبيه اللي اتعملت من الشعب نفسه تنزل وتحمي المنشآت، وتحمي وتواجه اعمال السرقه والحرق والترويع اللي كان موجود. وبدأ هنا الاستعانه بالقوات المسلحه. ده بقى ده امتى؟ ده احنا بنتكلم يعني احنا بعد 3 4 ايام بدأ الاستعانه بالقوات المسلحه. والمفروض ان القوات المسلحه ديت بتحمي حدود البلد، يعني ملهاش دعوه بالداخل. تمام. انما لما الشرطه خلعت ايديها، فنزلت القوات المسلحه لحمايه وامن الممتلكات والمواطنين. فهنا يبقى تم تكوين اللجان الشعبيه. ما عرف باللجان الشعبيه، قلنا لحمايه المنشآت، مواجهه اعمال السرقه والحرق والترويع، والاستعانه بالقوات المسلحه من اجل حمايه وامن الممتلكات والمواطنين. طيب، طبعا هنا احنا، طب ايه اللي حصل؟ طبعا احنا كل شويه احنا بنقول 25 يناير وقعدت 18 يوم، فكل شويه احداث بتحدث وفي مواقف بتحصل. طيب، هنا موقف النظام السابق لامتصاص غضب المتظاهرين. اول حاجه عملها ان هو لغى الحكومه اللي كانت موجوده خلاص، وعمل حكومه جديده. اللي بنتكلم في ال 18 يوم، عمل حكومه جديده لامتصاص غضب الشعب. وبعدين شويه كده وقال لك ان صلاحيات رئيس الجمهوريه عين نائب مكانه. ماشي. الرئيس مبارك عين نائب ليه، وبدأ ان هو يديله صلاحيات رئيس الجمهورية. طيب المتظاهرين عملوا ايه؟ هل استقبلوا هذه المواقف او هذه القرارات بالترحاب وصدر رحب والليلة ديت؟ لا. ان القرارات ديت لانها طبعا كانت قبليها ضرب وحرق وقتل للمتظاهرين.
فالقرارات ديت لم تشفي غليل الايه المتظاهرين في الوقت ده. طيب ده ادى الى ايه؟ ان بعد ال 18 يوم تخلى مبارك عن الحكم في يوم الجمعة 11 فبراير 2011، وتسليمه لإدارة شؤون الايه البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. مبارك ترك الحكم وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وده ادى الى خروج الجماهير طبعا للاحتفال بهذا الحدث التاريخي، وهو 11 فبراير 2011. وكان طبعا حدث تاريخي ان هو تخلى النظام عن الحكم، وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحه، اللي بالتالي قام بالعديد من الاصلاحات في البلاد في فتره السنه اللي هو حكم فيها. تمام. ان اثبتت طبعا الاحداث ده والوقائع بتاعه الثوره ان مدى اصرار الشعب المصري على تحقيق المطالب بتاعته. كمان اثبتت ان الجيش المصري هو القوه المسانده اللي هيقف في ظهر الشعب، وليس الجيش المصري اداه لدى النظام. تمام. المفروض الجيش هو للشعب. تمام. او الجيش ده جيش للبلد. فلو بصينا هنا على الجيش المصري في الوقت دوت، هو ما تحركش مع مبارك، لان هو كان ممكن يكون عصا يضرب بيها مبارك الشعب. ولكن الجيش هنا ما عملش كده، لا ده هو وقف في صالح مساند للشعب، وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين او اجهاض الثورة. طيب، يبقى كده ثورة يناير انتهت. بعد ثورة يناير جت 30 يونيو 2013. ثورة يناير كانت 2011، 30 يونيو 2013. طبعا هنا احنا بنتكلم 2011 تم عزل مبارك وتخلي مبارك عن الحكم. تمام. للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه المشير طنطاوي فضل تقريبا سنه في الحكم من 2011 ل 2012. بدأ هنا طبعا آه، أعطى الشعب هنا. حصل انتخابات مجلس شعب. تمام. وبعديها انتخابات رئاسية فاز فيها محمد مرسي، وكان مرشح الحرية والعدالة حكم البلاد. تمام. بعد طبعا انتخابات اللي حصلت، ولكن السياسة اللي كانوا متبعينها لم تلقى قبول لدى الشعب. فقام الشعب مرة أخرى في 30 يونيو 2013. طبعا هنا مع استمرار سوء الأحوال الاقتصادية، إن لم تحقق زي ما قلنا السياسة الجديدة حلول لمشكلات اللي بتعاني منها غالبية الشعب، خاصة العدالة الاجتماعية. بدأت هنا الأحداث إن خرجت جموع إلى الميادين في 30 يونيو 2013 التعبير عن رأيها. الشعب بقى خلاص بدأ هنا يتحرك. بدأت قوات مسلحة تتدخل مرة أخرى حفاظا على الأمن العام للبلاد. وأعلنت في بيان مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب، طبعا دون الدخول في نفق مظلم واقتتال. إن القوات المسلحة دعت لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية ما بين الأحزاب وما بين الرئاسة. رفض الرئيس محمد مرسي الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأنه هو كان لسه متولي الحكم. ورفضت المعارضة الدعوة بتاعته للحوار السياسي. كانت النتيجة صدور هنا طبعا عزل مرسي في يونيو 2013، وتم تسليم السلطة لمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهنا هو مستشار عدلي منصور كان رئيس للمحكمة الدستورية العليا، بيتولى الرئاسة لفترة لحين انتخابات رئاسية أخرى. طب
ليه اشمعنى رئيس المحكمة الدستورية العليا؟ قال لأن رئيس المحكمة الدستورية العليا هي أكبر سلطة قضائية موجودة في البلاد، وكان منتخب. طيب أمال فين مجلس النواب؟ ما هو منتخب، لا ما هو قبليها تم حل مجلس الإيه؟ مجلس النواب. تمام. وهنا تم تسليم عدلي منصور، اللي هو كان رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرئاسة طبعا لحين تعديل دستور 2000 و 2012، وتم صدور دستور جديد في يناير 2014، وتم عقد انتخابات من بعدها، وأعلن طبعا فوز الرئيس أو مرشح عبد الفتاح السيسي. وبدأت فترة جديدة في تاريخ مصر، نحو آه، تحقيق أحلام الشعب يعني وطموحاته في تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبدأت هنا مصر تسير نحو التقدم في كافة المجالات. طيب، بكده احنا خلصنا الجزء الخاص بثورة يناير 2011 و30 يونيو 2013.